أرحب بضيوف تونس، بضيوف المؤسسة العسكرية من الجانب الإيطالي، السيد وزير الدفاع الإيطالي اللي يشرفنا اليوم بمناسبة اختتام أشغال اللجنة العسكرية المشتركة التونسية الإيطالية في دورتها ال25. يعني هذه اللجنة المشتركة التي تواصل أعمالها اليوم وبصفة طبيعية وعادية، وأكبر دليل على ذلك هي يعني أنها لم تتوقف على مدى كل هذه السنوات التي مضت، وفي ذلك دليل على أن التعاون التونسي الإيطالي هو تعاون صادق نابع من إرادة مواجهة التحديات المشتركة في بحر الأبيض المتوسط، وهو تعاون يعني متدرج من التكوين والتدريب والصحة العسكرية إلى المجال العسكري، المجال العملياتي، فضلا عن الجوانب الأخرى وهي جوانب التنموية. يعني نشكر الجانب الإيطالي في تدعيم يعني قدرات الجانب التونسي والجيش الوطني على مستوى المشاريع التنموية التي بدأت منذ بعض عقود في ريجيم معتوق، واليوم يتواصل هذا المشروع التنموي مع منطقة المحدث، وكذلك على مستوى التكوين المهني بالغوص بجرجيس. وهذا يعني كله دليل على أن التعاون العسكري المشترك التونسي الإيطالي هو تعاون جدي وإرادة صادقة من البلدين. بمناسبة كل اجتماع أو دورة لجنة عسكرية مشتركة يقع تقييم كل الأنشطة وعددها والحرص على تنويعها. كما قلت، هناك مجالات على مستوى جيش الطيران، على مستوى جيش البر، جيش البحر، على مستوى التعاون في التكوين والتدريب وتكوين الضباط في تونس، وعلى مستوى كذلك الصحة العسكرية، فضلا عن البعد التنموي للبلدين. Io penso sia importante una cooperazione tra le forze armate italiane e tunisine, perché la sicurezza del Mediterraneo, la sicurezza del Nord Africa, la sicurezza di tutta la zona del Sahel dipende dalla cooperazione tra nazioni, e quindi quello che noi abbiamo costruito in questi 25 anni è stato importante dal punto di vista della formazione, ma anche dal punto di vista del dialogo e delle operazioni congiunte, e sarà sempre più utile in futuro. Durante il prossimo anno proseguiremo quello dello scambio di ufficiali nella formazione, proseguiremo con le esercitazioni congiunte, proseguiremo esplorando anche cooperazione nel campo industriale, nel campo delle tecnologie, nel campo e anche nel campo della realizzazione di infrastrutture che possano essere utili alla Tunisia e all'Italia, diciamo, per sfruttare la cooperazione che si può innestare sia come informazione, sia come scambio tecnologico, sia come formazione.